بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نبدأ نصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونذكر الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. صباح الخير والهنا والسعادة والفرح على عيونكم، كل عام وانتم بألف خير ورمضان مبارك عليكم يا رب، اللهم أمين. يسعد صباحكم ويسعد أيامكم كلها. تعالوا نبدأ مع بعض النهاردة بقى نعمل تجهيزات الضيافة بتاعتنا، علشان لو أي حد جالنا في أي وقت تبقى عندنا حاجتنا جاهزة وموجودة، ما نبقاش بقى ملبوخين بنجري هنا ونجري هنا ومحتارين نعمل ايه. بصوا بقى، أنا اللي معايا دوت التمر اللي أنا وريته لكم في فيديو المشتريات بتاعتي. التمر ده من أجود أنواع التمور، مش بشكر فيه والله ولا حاجة، بس هو فعلا التمر دوتي من أحسنهم وأجملهم. يعني إيه، لو انتم عايزين تعرفوا اسمه اكتبوا لي في التعليقات وانا اقول لكم على اسم المنتج. إيه، بعد طبعا ما مليت التمرية الصغيرة بتاعت الكتكوتة المحندقة ديتي، طبعا مليتها بزيادة قوي، فبعد كده شلت الزيادة اللي كانت فيها. وبعد كده عملت معاكم اعمل بقى تمر، اجيب التمرية افتحها كده بالسكينة من النص واشيل من قلبها النوايا، واحشي مكان النوايا ديت احط مكانها اي نوع مكسرات انت بتحبيه، لوز، بندق، كاجو، فستق، اي نوع. انا عملت باللوز ده اللي كان موجود عندي. جهزت بقى كله، طبعا حشت معايا كمية كده حلوة يعني. وبعد كده ارص في البونبونيرة اللي معايا ديتي، هرص كمية تمر من المحشي، مش هضيف له التمر يعني، لسه مش هعمل له ايه الاضافات بتاعته في باقي التمر دلوقتي. هيتعمل له اضافات حلوه قوي قوي قوي، ما توقعش ان في حد عملها قبلي على القناه. هتعجبكم، وبصراحه طعمها تحفه وخطير. اللي معايا دلوقتي، انا معايا هنا مفرش سيليكون. لو انت ما عندكيش المفرش، بكيس تلاجة بس دهنيه زيت، مشي عليه بالفرشه كده بنقطه زيت صغيره علشان الشوكولاته ما تلزقش. ودي معايا هنا شوكولاته بيضه انا مسيحاها في الميكرويف، او سيحيها على حمام مائي لغايه ما تفك منك. ونفس الحكايه في الشوكولاته البني، ببدا اجيب التمر اللي انا حاشيه باللوز وبغطسه في قلب الشوكولاته واحطه على المفرش لغايه لما يمسك نفسه، لما الشوكولاته تشد معانا كده وتبقى جامده. طبعا احنا في الشتاء، فالشوكولاته خلي ايدك سريعه لان بتجمد بسرعه، بالذات الشوكولاته البيضاء اكتر من البني كمان، لان البني بيبقى بتضاف لها معلقتين زيت، انما البيضاء ما بتضافلهاش حاجه خالص، فبتجمد منك بسرعه. عملت التمر بالشوكولاته البيضاء زي ما انتوا شفتوا وخلصتها، وعملت اللي بالشوكولاته البني بنفس الطريقه. اخلص كل الكميه اللي معايا بنفس الطريقه ديت واسيبها لغايه لما تجمد، وهي اصلا ما بتاخدش وقت يعني، علشان احنا في السقعه وكده. بعد كده بقى ابدا ارصهم في البونبونيره بتاعتي بقى احط كل حاجه في خانه من الخانات اللي هم دولت بتوع البونبونيره. حلوين جدا وطعمها تحفه وسناكس جميله قوي يعني، تدي باور وطاقه كده لولادكم في الصيام، لما كل واحد ياخد له تمرية قبل النوم في بعد السحور بتدي طاقة حلوة. بدأت بقى اجهز كل اللي معايا ده، طبعا رصيتهم زي ما انتوا شايفين كده، وابدأ بقى ارص بقية اليميش بتاعي، المشمشية بقى والخروب والتنية، كل الحاجات اللي معايا اللي انتوا شفتوها كلها في فيديو المشتريات. اذكروا الله وصلوا على رسول الله، وكل عام وانتم بخير ورمضان مبارك عليكم يا رب، اللهم امين. والسنة الجاية كلنا نكون ان شاء الله ان شاء الله عند الكعبة متجمعين، قولوا اللهم امين. والله ده انا بقول كلام فنان يا ولاد، ده انا بقول كلام حلو. رصيت الخروب وارص بقى بعد كده المشمشية والتانية. مفيش يعني في التعليقات كل سنة وانت طيبة يا أمولة؟ مش تقولوا له كل سنة وانت طيبة ورمضان مبارك عليكي؟ الفيديو دوت انا كنت عاملاه ومصوراه ليلة رمضان، فهو للأسف بقى نزل لكم متأخر، بس انا مجهزاه من ليلة رمضان. الوقت بقى بيبقى ضيق في الفترة دي، فانت بيبقى عندك مجهود مضاعف. فنحاول بقى ان احنا وانا معاكم من ضمن برضو اللي انا بفكر فيه، ان احنا نخطط ونكتب الحاجات اللي احنا هنبقى عاوزين نعمل كل يوم كذا، نعمل كل يوم كذا، علشان دماغنا بتتوه مننا، وبتصحي بتلاقي الوقت ما بيسعفكيش، اليوم بيجري. زي ما انتوا شايفين انا طبعا خلصت بقى البونبونيرة ديتي، بجد اللي يشوفها يجيبها لانها تحفة. اي حاجة بغطا جيبيها هتحافظ على حاجتك،
احسن من السيبها كده للحشرات والذباب المتطير دول. خلصت بقى الكميه كلها. شايفين الجمال والحلاوه؟ والله تسلم ايدي، والله كمان مره تسلم ايدي. حاجات كده جميله، جربوهم هيعجبوا ولادكم باذن الله. كل سنه وانتم طيبين. ويلا علشان نكمل مع بعض، ندخل بقى نعمل المطبقيه بتاعت ايه، بتاعت المطبخ. طبعا بشيل بقى كل الحاجات اللي هي موجوده عندي فيها، الاطباق بقى والكوبايات وكله كله كله هشيله كله، وابدا علشان هرص الطقم الجديد بتاعي. بس طبعا قبل ده كله في شويه تنظيفات لازم تتعمل. افضي بقى المطبقيه خالص من كل الاطباق اللي فيها والكوبايات، علشان نحط كل الجديد بقى. مش كده ولا ايه؟ مفيش عاشت ايديك يا اموله، وتسلم ايديك يا اموله. مفيش تشجيع حلو كده ليا بلايك حلو وتعليق جميل؟ لو انتوا سامعيني دلوقتي في الفيديو، الاصوات دي اصوات الصواريخ اللي الاطفال بيضربوها في الشوارع. وانا كواحده كبيره بقول من موقعي هذا، انا عاوزه البس صواريخ علشان انزل افرقعها في الشارع، علشان انا زعلانه من اللي بيحصل. انا قاعده محكومه في البيت ومانيش عارفه انزل افرقع صواريخ. وبقول برضو من موقعي هذا ان انا هفرقع صواريخ مع الفانوس. يعني انا هاخد فانوسي في ايدي وهنزل، واخد علبه الصواريخ معايا وهنزل. اللي فاكر البومب بتاع زمان اللي احنا كنا بنجيبه وننفخ فيه ونقوم ضربينه في الارض علشان يفرقع ويعمل صوت بدخول رمضان، يكتب لي في التعليقات ويقول لي احنا فاكرينه. الرشاقة او المطبقية يعني بتاعت الاطباق والكوبايات، بامانة كان منظرها صعب. انتوا شايفينها قدامكم اهي. شجع نفسك وكل يوم اعملي حاجة علشان حاجتك تبقى عندك ايه، زي الفل دايما باستمرار. خلي دايما ايدك في الحاجة. انا المطبقية ديت بقالها اكتر من شهر ايدي ما اتحطتش فيها، وزي ما انتوا شايفين كده. بس طبعا لو انت ايدك فيها باستمرار، هي ما كانتش يعني قذرة للدرجة اللي هي، بس انا ما بحبش الحاجة تكون كده. بس انا سبتها بس علشان لما اجي اعمل فيديو يعني اصور وانا برص الاطباق الجديدة، الطقم الجديد بقى، طقم حبيبي. زي ما انتوا شايفين بقى، طبعا انتوا شفتوا معايا فيديو المشتريات، وانا قلت لكم قد ايه انا بحب الطقم دوت. دي تالت سنة ليا او رابع سنة على التوالي لازم اجيب الطقم ده. هتقولي لي والطقم الاولاني بيروح فين؟ اقول لك والله يا حبيبتي ولادي بيكسروه. اصل انا ولادي ايدهم فيها البركة، ما بيحبوش يشوفوا الحاجة. وكنت جايبة الكوبايات بتاعتهم برضو، لو كنت شفتوها معايا في فيديوهات قبل كده. بجيب الطقم كامل، بحب اجيبه كامل يعني، يبقى شكله حلو على السفرة. والله في ايدي كوباية من الطقم اهوتي، بشرب فيها شاي. تعالوا اشربوا معايا. اللي بدأ في المصحف يكتب لي في التعليقات ويقول لي هو في الجزء الكام دلوقتي، واللي هيقول لي انا كمان هقول له. لو انتوا سألتوني وقلت لي انت في الجزء الكام يا امول، هقول لكم. وتعالوا نشجع بعض، وكل يوم كل ما انزل فيديو تعالوا نكتب لبعض في التعليقات ونقول احنا وصلنا في الجزء الكام. وتعالوا اقول لكم على فكرة حلوة، ما تيجوا كلنا نشترك مع بعض، نكتب لبعض في التعليقات اذكار وكلنا نقولها، وناخد كلنا حسنات من بعض. ورأيكم بقى بعد ما خلصت الرشاقة؟ استودعكم الله، دمتم في رعاية الله، مع الف سلامة.